70% من وظائف كندا بتتملي من غير ما تتعلن على الإنترنت. يعني أنت بتنافس على ال30% دول مع مليون واحد تاني. في ناس تانية شايلة ال70% نفسها من غير ما تتعب. إزاي؟ بيعملوا الموضوع ده في 3 خطوات. أول خطوة هو اللينكد إن. اللينكد إن لازم يكون بشكل صحيح، مش بس البروفايل، لا، كل أسبوع ابعت كونكشن ريكويست ل10 أشخاص في مجالك. اكتب رسالة شخصية ليهم، مش كوبي بيست. تاني حاجة الانفورميشن انترفيو. ابعت رسالة لحد شغال في المجال اللي انت عاوزه وقول له انك انت مش طالب وظيفة، بس عاوز اتعلم من خبرتك 15 دقيقة. 80% هيردوا عليك بإيجاب، وكتير بتتحول لفرصة حقيقية بعد كده. تالت حاجة هي الفولنتير. اشتغل متطوع في مجالك شهرين، ده بيديك كنديان اكسبيرينس اللي كل الشركات بتطلبها. خليني اقول لك جملة واحدة وانا متأكد منها 100%. كندا ما بتدورش على شهادتك، كندا بتدور على حل لمشاكلها. لو انت قادر تقول لأي شركة انا عندي الحل اللي انت محتاجه، هيوظفوك. حتى لو الانجليزي بتاعك مش بيرفكت، حتى لو انت وصلت من سنة بس. انت مش شايل شهادة، انت شايل قيمة، والسوق الكندي محتاجها.